اول يوم جيم او اول شهر او ايا كان، بعد الفيديو ده انت هتكون فاهم كل حاجه هتحتاج تعرفها وتبني الاساس بتاعك، وهديك نظام تمرين هدايه مني ليك. طبعا اول حاجه لما انت بتخش الجيم بيكون في قدامك نوعين من التمارين، تمارين هوائيه وتمارين حديد. فانت دلوقتي محتار، طب ابدا بده ولا ابدا بده؟ الاجابه هي ابدا بتمارين الحديد ايا كان هدفك. يعني مثلا لو انت هدفك الاساسي ان انت تحرق دهون، ابدا برضه بتمارين الحديد لانها بتحرق سعرات حراريه اكتر من تمارين الكارديو. من الاخر كده ابدا بتمرينه الحديد بعدها الكارديو. بس عادي برضه ان انت قبل ما تبدا تمرينه الحديد بتاعتك تلعب كارديو، هيكون كويس جدا مثلا لو تلعب من 5 ل 10 دقائق كتسخين. والهدف من التسخين ده ان انت تزود ضخ الدم للعضلات وفي نفس الوقت تهيئ الجهاز العصبي بتاعك. وطبعا سخن على اي جهاز انت تفضله، مثلا ممكن العجله او المشايه او الاليبتيكال، وتسخن على سرعه متوسطه. يعني عشان اقرب لك الموضوع كون اكنك بتنهج على خفيف. يعني مثلا لو في حد جنبك تلاقي نفسك تقدر تكلمه. حلو، خلصت تسخين، لسه مش هنخش على الحديد دلوقتي. الاول لازم تسخن مفاصلك كويس جدا. وعايز اقول لك ده مش مجرد هيحمي مفاصلك من الاصابات، ده كمان الابحاث لقت ان هو بيزود البناء العضلي، وعشان كده ده اهم من التمرين ذات نفسه. حلو، طب تسخن بقى ازاي دلوقتي؟ اولا الاسترتشات عندنا نوعين، في نوع اسمه استاتيك او نوع الاسترتشات الثابت، وفي نوع تاني اسمه دايناميك او نوع الاسترتشات اللي بيكون فيه تحرك. وبيفضل قبل التمرين ان انت تركز اكتر على الاسترتشات الدايناميك، وبعد التمرين في اخر التمرين خالص لو هتعمل يكون الاستاتيك ستريتش. وطبعا هعرض لكم شويه استرتشات او تسخين قبل التمرين. ونقطة مهمة جدا، ايا كان العضلة اللي انت هتتمرنها لازم تعمل استرتشات لكل مفاصل جسمك. يعني مثال لو هتلعب مثلا باي وتراي، مش معنى كده ان انت ما تسخنش كتف، لا تسخن الكتف ومفصل الكوع وكل المفاصل. وبرده مثال لو انت هتتمرن عضلات الرجل، برده تسخن مفاصل الجسم العلوي، لان في ناس لما بتيجي مثلا تلعب الاسكوات او كده بيجي لها اصابه في كتفها بسبب ان هم ما سخنوش الجسم العلوي. وطبعا الاسترتشات اللي انا بعرضها دي مش بعدات معينه او كده، انت بتطبق كل استرتش على كل مفصل لحد ما تحس ان المفصل سخن معاك. ونصيحه، لو لقيت الاسترتشات او تمارين التسخين دي خدت معاك وقت اقل من 5 دقائق، اعرف كده ان انت ما سخنتش كويس. حلو، سخنت بقى مفاصلك كويس، نخش بقى على تسخين العضله اللي انت هتتمرنها. مثال لو انت مثلا هتتمرن عضله الصدر، تسخنها هي والعضله المساعده بتاعتها. يعني مثلا تسخن عضله الصدر وفي نفس الوقت تسخن عضله الترايسبس. ولما تسخن العضله تسخنها بتمرينه عاديه جدا. مثال لو تتمرن عضله الصدر تسخن لها بتمرينه صدر زي اي تمرينه بتلعبها، ولكن يكون بنص الاوزان اللي انت تقدر تشيلها. ندخل بقى على التمرين. اولا اوعى تدخل الجيم وانت مش عارف تتمرن ايه، وتقعد تلف بقى على كل الاجهزه وتقعد تقول هتمرن ايه النهارده، هلعب صدر ولا العب ظهر وكل ده. اوعى تعمل كده لما تروح الجيم. فلازم قبل ما تروح الجيم تكون عارف كويس قوي ايه العضله اللي انت هتلعبها، وفي نفس الوقت عارف ايه التمارين بالمجاميع اللي انت هتلعبها. وطبعا انا عملت فيديوهات كتير جدا عندي هنا في القناه عن الموضوع ده وازاي تعمل نظام تمرين كامل لنفسك. واهم نصيحه، اوعى اول يوم جيم ليك تاخد بالهبده الاكبر في المجال ده، وهي ان انت تلعب جنرال اول يوم ليك، او بمعنى صح تمرن كل عضلات جسمك. او مثلا زي ما في الكباتن القديمه في الجيمات يقعد يقول لك خد على مثلا كل جهاز لفه، او العب لي على كل جهاز 3 مجاميع مثلا. اصل في نقطه، ايا كان العضله اللي انت هتتمرنها هتصحى تاني يوم هتلاقيها وجعاك. فلو انت مثلا لعبت جنرال هتلاقي نفسك لعبت عضلات جسمك كلها، فتصحى تاني يوم هتلاقي كل عضلات جسمك وجعاك، فهتلاقي نفسك تلقائيا مش قادر تتمرن تاني. يعني هتلاقي نفسك تاني وتالت يوم مش قادر تيجي الجيم اصلا. فالصح ان انت تبدا بعضله عضله. مثال مثلا لو لعبت مثلا صدر وتراي النهارده، هتيجي بكره تلاقي الصدر والتراي واجعينك، ولكن انت ممكن تقدر بكره تلعب مثلا ظهر وباي. ليه؟ العضلات دي مش وجعاك. وما تخافش، زي ما انا قلت في الاول مش هسيبك متسوح. هديك نظام تمرين مجاني في العدات والمجاميع وفيديوهات فيها شرح كل تمرينه. وطبعا الحق ده مش افضل حاجه، لاننا كلنا مش زي بعض، سواء بقى من المستوى وعدد الايام المتوفره ليك ان انت تتمرن فيها. مثلا في واحد متوفر ليه يتمرن 3 ايام، واحد مثلا متوفر ليه 5 ايام او 6، وهكذا. الافضل طبعا ان انت تروح لمدرب يعمل لك نظام تمرين مخصص ليك انت، او ممكن تكلمني انا. طبعا ده زي اي متدربين كتير جدا من اللي انا بمرنهم، بعمل لهم انظمه مخصصه ليهم هم، ولكن للناس اللي مش متوفر ليها الامكانيات فالنظام ده ليهم كبدايه. يعني ان انت تعمل 90% من النتائج مش 100% احسن من ما فيش. وطبعا النظام اللي هديهولكوا هو بوش بول ليج، او دفع
دفع سحب رجلين. والنظام ده باختصار ان انت بتلعب في يوم الدفع اللي هو يوم الصدر وفي الترايسبس والكتف الامامي والجانبي، واليوم الثاني بتلعب فيه عضلات البول او عضلات السحب اللي هي بتكون الظهر والبايسبس والكتف الخلفي، واليوم الثالث بتلعب فيه عضلات الرجل. وطبعا النظام ده يكون مناسب جدا للناس المتوفر ليهم انهم يتمرنوا 3 ايام في الاسبوع. واكون طبعا سايب PDF النظام في الوصف تحت عشان تحملوه، وطبعا تفتح PDF ده اول ما تخش الجيم عشان ما تبقاش متسوح، عشان تبقى عارف هتلعب ايه بالظبط. ونصيحتي في الفتره الاولى ليك من التمرين اللي هي مثلا تمثل اول شهر مثلا، ما تركزش خالص على الاوزان، ركز ان انت تتمرن باداء صح. بالبلدي كده ايه، ركز على الاداء بتاعك، ده رقم واحد. ابني الاساس بتاعك صح، وما تخافش الاوزان كده كده جايه، بس هي الفكره يكون الاساس بتاعك صح عشان لما تعلى بالاوزان يكون طالع باساس مظبوط وما يجيلكش اصابات لا قدر الله. ونقطه مهمه جدا طبعا عشان دي هبدا موجوده كتير وهتسمعها، اللي هي 3 في 10. مفيش حاجه اسمها كده، حتى في PDF هتلاقيني كاتب لك من 8 ل 12، مش كاتب لك مثلا 9 عدات بالظبط او 10 عدات او ايا كان. وده عشان انت بتتمرن لغايه ما تحس بالعضله، مش هدفك بقى اجيب مثلا ايه 10 عدات 12 عده ايا كان، لا انت بتلعب لغايه ما تحس بالعضله. يعني حاول في التمرين بتاعتك ما تركزش ايه ده انا جبت 10 عدات ولا 9، لا ركز ان انت تكون حاسس بالعضله. وطبعا المفروض تريح بين كل مجموعه والثانيه من دقيقه ل3 دقائق. حلو، خلصت بقى التمرين بتاعتك، يا سلام بقى كده ايه لو تعمل شويه ستاتيك ستريتش او استرتشات ثابته بعد ما خلصت التمرين عشان تزود تدفق الدم للعضله وفي نفس الوقت مرونه الاربطه اللي على العضله. وهوريكم طبعا فيديوهات لشويه استرتشات تعملوها بعد التمرين. وطبعا مده الاستاتيك ستريتش اللي هي بعد التمرين بتكون اقصر من الاسترتشات اللي بتتعمل قبل التمرين. حلو، خلصنا بقى التمرين، تقدر تلعب الكارديو بتاعك براحتك بقى. ولو هتاخد تفضيل الشخص لحرق الدهون، اطلع على اي جهاز كارديو زي ما احنا قلنا في الاول، جهاز تكون انت بتفضله وتلعب على سرعه متوسطه، اللي هي زي ما قلنا برده في الاول تكون بتنهج نهجان خفيف، ولو في حد جنبك تقدر تكلمه. طبعا في حاجات ادق من كده زي مثلا ايه ان انت تاخد 80% من اقصى نبضات قلب عندك، ولكن اللي انا بقوله لك ده في الاول كده ايه للتسهيل، ومعاك طبعا من اول ربع ساعه وزود بقى زي ما انت عايز. خلصنا بقى الكارديو والتمرين، نخش بقى ايه على شويه نقاط مهمه لازم تعرفها. طبعا الدايت والتمرين زي اي حاجه في الحياه، كل ما تدي كل ما هتاخد، زي على قد ما هتلتزم بالدايت بتاعك والتمرين على قد ما هتشوف نتائج، دي حاجه طبيعيه. وحاجه برضو تانية لو انت ما خدتش بالك منها ولا اكنك بتعمل حاجه ولا هتشوف نتائج، وهي الدايت. ده من اهم العوامل ايا كان هدفك. وطبعا لو انت مش عارف ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل او كده، انا عملت سلسله حلقات كامله ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، شرحت فيها تقريبا كل حاجه هتحتاج تعرفها عشان تصمم النظام الغذائي بتاعك، سواء بقى كان هدفك ان انت تبني عضلات او تحرق دهون. وعايز اقول نصيحه للناس اللي رايحه الجيم عشان هدفها الاول انها تحرق دهون، عايز اقول لك انت تقدر تحرق دهون وتبني عضلات في نفس الوقت. عايز اقول لك اولا الدايت اهم حاجه في المرحله بتاعتك، وعايز اقول لك حرق الدهون هي من اهم الحاجات اللي هتساعدك فيها هو الدايت بتاعك. والتمرين ده بيكون شيء مساعد ان هو مثلا ايه يحرق لك شويه سعرات حراريه اضافيه، واللي هدفه بناء عضلات. طبعا الدايت مهم جدا وكل حاجه، ولكن من اكتر الحاجات اللي هتحدد عامل التطور بتاعك هو التمرين، وان انت تحقق بروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل التدريبي عن كل تمرينه للتانيه. وطبعا لو اي حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار يقدر يبعت لي خاص او يسال في الكومنتات تحت. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.